كشف حسني عبد ربه المدير الرياضي للنادي الإسماعيلي عن نجاح إدارة النادي في توفير جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي كانت تخص جزء من مقدمات عقود اللاعبين منذ فترة مجلس الإدارة السابق. وقال عبد ربه إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عمل خلال الفترة الماضية على معالجة هذا الملف المهم، حيث تم توفير جزء من المستحقات وصرفها للاعبين في إطار السعي لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتهيئة الأجواء داخل الفريق. وأشار المدير الرياضي إلى أن إدارة النادي كانت حريصة على إغلاق هذا الملف خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الاستقرار داخل غرفة الملابس ومنح اللاعبين حالة من التركيز الكامل قبل المواجهات المقبلة. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود الجميع داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدا أن دعم اللاعبين وتوفير المناخ المناسب لهم يعد خطوة مهمة لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة. واختتم حسني عبد ربه المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد على ثقة إدارة النادي الإسماعيلي في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، والعمل بكل قوة من أجل إسعاد جماهير الدراويش وتحقيق الأهداف المطلوبة هذا الموسم.